أخي الحجاج يسأل ليلى يقولها هل كان توبة الحميري، يعني يلفظ الحميري، هو ماكو شيء اسمه الحميري. الحميري المتلقن هسه من يشاهد هذا كلمة الحميري راح يذهب رايه لغير قبيلة، يقول هذا من قبيلة حمير. حمير احنا احتزازنا إلها. حمير بعد هي معروفة لها تاريخ، احنا مو ننقص من عتلوها، لا بس هاي شغلة أنساب. أنت تجي تقول الحميري، الحميري قلت لك أي واحد هسه راح يذهب رايه إلى بئر توبة من قبائل حمير، مو خفاجي، مو من بني عقيل، مو كعبي ولا عامري ولا قيسي، راح يقول هذا حميري. فهنا هو الخطأ. خلينا نشوف الخطأ ثم نرجع. أما كان توبة الحميري صاحبك فارسا؟ أما كان توبة الحميري صاحبك فارسا؟ أما كان توبة الحميري صاحبك فارسا؟ بعد ما شفناه ذكر الحميري وقلنا هذا يذهب رأي المتلقن الغير قبيلة وتوبة ابن الحمير، يعني بالراء مو بالياء، الياء نسبته الغير قبيلة، وتوبة معروف نسبه من قبيلة خفاجة، يعني من بني عقيل، يعني كعبي، يعني عامري، يعني من هوازن، يعني قيسي، يعني عدناني. وأيضا الشاعرة ليلى الأخيلية معروف نسبها هم من بيت عمه، يعني يعني من عمامه، فمعروفة. فهذا من باب ثاني يقلل من قيمة ليلى جاي، وليلى ما يتقلل من قيمتها، لا يقلل قيمتها الحجاج ولا أبو الحجاج. الحجاج صحيح سيف قوي وأغلبها تهابه، لكن هي ما هابت الولى الحجاج. منو الولى الحجاج؟ مو شو اسمه الأمويين ولوه هم اللي صعدوه، فهي ما هابته، ما هابت عبد الملك بن مروان بعظمته اللي خلى الحجاج ولاه، هي هانته. بزمن أبو بكر الصديق رضي الله عنه هي حتى على قولتهم يقولون استفزازية عامتكم، تمدح ناس وتاخذ من عندهم فلوس، وإذا ما تعطيهم تسقطهم، ودائما يقولون طب والله تاريخ، يعني مو أنا اللي أحكي، كلها السولف بي. علماء النسابين المؤرخين يقولون هي ليلى الأخيلية اللي بوقتها وقفت بزمن الخليفة الفلاني، وإجت عبد الملك بن مروان سوت بيه كذا وكذا. مو يجي المخرج يقلل من قيمتها، ولا هاي الشخصية مثل شو اسمه الثقفي يقلل من قيمتها، مشتبهين حجي. فعلى العموم احنا عتبنا على المخرج، لأن هاي كلها بسبب المخرج راح يغير، يقلب الطابق طبق بسبب حرف. بدال توبة الحميري بدال الياء حاط توبة ابن الحمير بالراء، فماكو فايدة.